طيب انا عندي في الديبلويمنت اوبشن عندي اياس وباس. تمام. الاياس اللي هو انفراستراكشر از ا سيرفيس. وعلى طول يا شباب لما اقول لك اياس، على طول كده تترجم ان انت عندك فول كنترول اندرلاينج الاوبريتنج سيستم. تمام. فانت آه، وده دايما بيستخدم في الليفت اند شيفت مايجريشن. تمام. ان انت بتمايجريت از يعني انت لو عندك كلاينت بيقول لك ان انت عايز يمايجريت عنده الداتا سنتر بتاعته للكلاود as soon as possible، وما عندوش وقت ان هو يعمل ري اركتكت ايه الابلكيشنز بتاعته، فانت على طول هتروح ناحية الاياس. تمام. ده من ناحية الديزاين بتاع الاركتكت. تمام. فانت الاوبشن ده اياس، وعندي باس بلاتفورم از سيرفيس. طيب خلينا نتكلم عن الاياس. ده بيكون عندك هنا اس كيو ال اون في ام. تمام. بيكون هنا عند حضرتك في ام مايا. تمام. وعليها اس كيو ال سيرفر. تمام. فانت هنا عندك فول كنترول على الاوبريتنج سيستم، فول كنترول على الاوبريتنج سيستم وعلى الاس كيو ال. تمام. فانت ممكن تختار مثلا الاوبريتنج سيستم ده ويندوز او لينكس. تختار الاس كيو بتاعته، هيبقى الفي ام اي الفاميلي بتاعتها عامله ازاي. وتقدر كمان تختار الاس كيو ال هيبقى مثلا 2022 2019 2014 اند سو اون. وده يا شباب، فانت كده هنا بتبقى مسؤول بقى على الكونفيجريشن والابديتنج والباتشنج والتيوننج. فانت مسؤول عن كل حاجة. تمام. لان احنا قلنا ان الكلاود ده في النهاية شيرد ريسبونسبيلتي موديل. تمام. ف يعني كأن كده ايجور بتديك ايه فيزيكال هوست انت تهوست عليه الفي ام بتاعتك، فبتريح دماغك بقى من الايه، من القصه بتاعت الاون بريم. تمام. ان انت بقى تمانج ايه هاردوير، وكل شويه تعمل ابجريد للهاردوير وداتا سنتر وكولينج وفيزيكال سيكيورتي والقصص دي كلها. تمام. فانت بتروح تاخد في ام جاهزه على الكلاود وتهوست عليها الاس كيو ال بتاعتك. تمام. فدي ميزتها ان انت عندك فول كنترول، ولكن انت الريسبونسابيلتيز بتاعتك هنا على الكلاود عاليه. تمام. ودي بتروح لها لو انت عايز فول كنترول، ولو انت عايز تعمل ايه ليفت اند شيفت. تمام. زي ما قلت لك يوز كيس الكلاينت عايز يطلع على الكلاود في اسرع وقت. تمام. وما عندوش وقت ان هو يعمل ري اركتكت الابلكيشن بتاعه، فبتروح تشوف هي تاخد الاس كيو ال من السيرفر الاون بريم وتروح تحطه على ايه، على الكلاود. تمام. ودي طبعا بتسبورت الاس كيو ال نيتيف سيرفيسز، اللي هو زي ما قلت لك ان انت ممكن تنستول اس كيو ال ايجنت يعمل لك مثلا اوتوميشن لحاجه، يعمل لك ريدي بلو، ياخد لك سكادوال باك اب، القصص دي كلها. والسي ال ار اللي هو الكومن لانجوج ران تايم، ان انت مثلا ممكن تكتب دوت نت كود جوه الايه جوه الاس كيو ال واللينكد سيرفيس. تمام. لو حد اشتغل على الاس كيو ال هيلاقي ايه، ان كل الفيتشرز دي موجوده فيه. تمام. طيب خلينا نروح بقى ناحيه الباث. الباث عندي فيه ايه تو اوبشنز.
عندي في ايه؟ ايجر اس كيو ال داتابيز، هنا اس كيو ال داتابيز، وعندي هنا الاس كيو ال مانج انستنس. تمام. هنا بقى ايه؟ دي بتبقى زي ما باشمهندس صبري قال لنا، بتبقى ايه؟ كويسه ليه؟ الكلاود نيتيف ابلكيشنز. تمام. ان انت مش عندك حاجه في الاون بريم وهتعملها مايجريت على الكلاود، ولكن دي ايه؟ عايزه حاجه بتبقى بيست للكلاود نيتيف او للمودرن ابلكيشنز. تمام. وهنا بس يعني حضرتك بتاخد مانجد سيرفيس. تمام. يعني مالكش علاقه ب السيرفر ولا الداتابيز. هم ايجور بيشيلوا عنك الابديتنج والباتشنج والباك اب والكونفجريشنز والقصص دي كلها. تمام. طيب، وده بيسبورت حاجه اسمها الهايبر سكيل. تمام. ده بيقدر يسكيل معاك اب تو 100 تيرا، وده رقم مرعب، رقم كبير جدا. تمام. فده لو حاجة عندك هتسكيل ل حجم كبير جدا، ففي اس كيو ال داتابيز بتسبورت الهايبر سكيل. تمام. ولكن هي مش بتسبورت الكلاود نيتيف او الاس كيو ال نيتيف سيرفيسز. تمام. فدي ايه؟ ده العيب اللي فيها. تمام. نوت سبورت للاس كيو ال نيتيف سيرفيسز. تمام. وهنا انت ما عندكش فول كنترول. تمام. يبقى هو لو قال لك انت عايز حاجه تسبورت الكلاود نيتيف سيرفيسز وعايز فول كنترول، فهتروح للايه؟ للاس كيو ال اون فيرتشوال ماشين. طيب لو قال لك انا عايز بس سيرفيس وعايز حاجه تسكيل معايا لحجم كبير وتشيل الهاسل بتاع الانفراستراكشر والمانج سيرفيسز ومانج بقى الابديت والاو اس والقصص دي كلها، في ساعتها هتروح للايه؟ الاس كيو ال داتابيز. تمام. طيب، وكمان بتسبورت حاجه اسمها الالاستيك بول، ودي هنجيلها دلوقتي. تمام. هنجيلها بعد دقايق يعني. طيب، ايه هي البرشيزنج اوبشن اللي موجوده في الاس كيو ال داتابيز؟ طب خلاص، انا هروح للاس كيو ال داتابيز. ايه هي بقى البرشيزنج اوبشنز؟ انا هدفع ازاي؟ تمام. طيب، يبقى هنا عندي purchasing options. في عندي حاجة اسمها دي تي يو وفي كور. حد سمع عن المصطلحين دول قبل كده يا شباب؟ او يعرف ايه الفرق ما بينهم؟ طيب، دي تي يو اللي هي داتا بيز ترانزاكشن يونت. دي عبارة عن ايه بقى؟ عن بري كونفيجرد او بري باندلد كده من السي بي يو والميموري والستورج، وحضرتك بتحاسب بير دي تي يو. تمام. فلو جينا نرسمها كده هنلاقي ان هي عندك هنا الكمبيوت، وهنا ايه؟ الاستورج. تمام. انت ما تقدرش تسكيل الكمبيوت وتسيب الاستورج. تمام. الاتنين بيحصل لهم ايه؟ سكيلينج مع بعض. اوكي. على عكس بقى الايه؟ الفي كور. الفي كور ان انت ممكن هنا لو عندك برضو الكمبيوت وهنا الاستورج، انت تقدر تسكيل الكمبيوت وتسيب الاستورج. تمام. لو انت محتاج كمبيوت اعلى، فانت ايه؟ تقدر تسكيل ايه؟ كمبيوت وتسيب الاستورج عادي براحتك.
تمام. اما في الفي في الدي تي يو ما بتقدرش انك تعمل كده. اوكي. عندي هنا في كور، وده والدي تي يو ده شباب زي ما قلنا ان هو بري كونفيجرد باندلد، بيديك كده ايه، هو باكج على بعضها كمبيوت وستورج وايوبس. تمام. وما بتقدرش، انت عندك هنا lack of flexibility، ما بتقدرش تسكيل اوبشن وتسيب الباقي. تمام. اما هنا في الفي كور انت بتقدر تسكيل اوت وان على حسب ما انت عايز، وتسكيل في كل اوبشن لوحده. اتفضل يا هندسه. هو السكيلينج مش موجود خالص في الدي تي او دي تي يو، ولا هما الاثنين كومبايند؟ يعني لازم الاثنين مع بعض لا مثلا؟ عشان ما فهمتش انت النقطه دي. انا هو فهمت فكره البندل، هو مثلا باكج على بعضه، انت ايوه. بتاخده بيكون بري كونفيجرد بري بروفيجند وبس. هل بعد كده ممكن اعمل سكيلينج حتى لو كله يس مع بعضه؟ يس الستورج يس يس. يو ده كان يو موجود، كان. بس لازم كله مع بعض. بالظبط اه. اوكي. انت تقدر تعمل سكيل براحتك عادي، يعني تقدر تزود او تقلل عدد الدي تي يوز براحتك عادي بعد حتى ما تكريت الداتابيز. تمام. ولكن مش هتعرف مثلا تسكيل اوت الكمبيوت وتسكيل ان الاستورج. تمام. الاوبشن ده موجود في الفي كور ولكن مش موجود في الايه، في الدي تي يو. تمام. اوكي، يعني هور- الفلكسبيليتي مش موجوده بس السكيلينج موجود بشكل ما. بالظبط بالظبط، الله ينور عليك. تمام. في عندك هنا الانواع بتاعتها هي بيزك و ستاندرد وبريميوم. هنا في الفي كور عندك هايبر سكيل وبزنس كريتيكال، واول واحده هي الجنرال بيربس. طبعا حضرتك كل ما بتنزل كده كل ما ايه، بيبقى عندك هاي افيلابيليتي، بيبقى عندك هاي بيرفورمانس، بيبقى عندك ايه، هاي كوست. تمام. هتشوف الكلام ده مع دلوقتي شباب مع بعض على الايجور بورتال، وهوريك الدنيا هتوضح معاك اكتر. تمام. طيب احنا كل ده شباب تحت الايه، تحت السيكوال داتابيز. تمام. احنا خلصنا الاياس ودخلنا في الباس. الباس فيه تو اوبشنز، عندك اس كيو ال داتابيز، احنا دلوقتي لسه تحتها. فالبرشيزنج اوبشن عندك دي تي يو وفي كور. الدي تي يو داتابيز ترانزاكشن يونت، في بري كونفيجرد باندل، تقدر بتحاسب بير دي تي يو، وده ارخص اوبشن. تمام. بيبقى عندك باكج كده فيها كمبيوت وستورج وايوبس، فانت وكل دول موجودين بتحاسب بير دي تي يو. انت ما تقدرش تسكيل اوبشن وتسيب التاني، ولكن اوبشن في السكيلابيليتي عموما موجود. تمام. طيب لو انت عايز بقى ايه، مور فليكسيبيليتي ومور كنترول، فساعتها تقدر تروح للفي كور. تمام. في كور تقدر تسكيل الكمبيوت وتسيب الاستورج براحتك. تمام. لو الابلكيشن بتاعك بيريكوير ده. طيب ايه المودلز بقى اللي تحت الدي تي يو؟ عندك بيزك وستاندرد وبريميوم. المودلز اللي تحت الفي كور جنرال بيربس، هايبر سكيل، وبزنس كريتيكال. تمام. طيب الفي كور في عندك حاجه اسمها بروفيجن وسيرفرلس. حد يعرف ايه الفرق ما بينهم يا شباب؟ دي كده ايه، كومبيوت اوبشنز. لما بتختار الفي كور ساعتها هيقول لك طيب انت عايز بروفيجن ولا عايز سيرفرلس.
حد ناوي يقول؟ طيب البروفيجن ده شباب، ده كده انا بستخدمه ليه؟ البريدكتبل ورك لود. حضرتك مثلا هتقول له هتحجز من الاول مثلا آه وليكن مثلا 2 في كور، وعندك مثلا بتحجز ايه مثلا 32 جيجا ستورج. تمام. فده حضرتك انت استخدمتهم ما استخدمتهمش هتدفع عليهم. تمام، يعني هتدفع ثمن ال 2 في كور وال 32 جيجا ستورج، سواء كان بقى انت بتستخدمهم ما بتستخدمهمش هتحاسب عليهم. تمام. فده بتستخدمه ليه؟ البريدكتبل ورك لود. لو انت عارف الورك لود بتاعك عامل ازاي، فساعتها تروح ليه؟ البروفيجن. طيب والله لو انت عندك مثلا unpredictable workload وبيحصل عندك سبايك ترافيك والقصص دي كلها، وناس بتشتغل في عدد ساعات معينة، فساعتها بتروح للسيرفرلess. السيرفرلess حضرتك هتحاسب بس على اللي انت بتستخدمه. تمام، مش زي الايه مش زي البروفيجن. البروفيجن اللي انت اخترته بتحاسب عليه سواء كنت انت بتستخدمه او لا. تمام. طيب. طيب افرض انا يعني انا ما بستخدمش الداتابيز دلوقتي، ليه احاسب عليها؟ ما انت عندك اوبشن سيرفر ليس موجود اهو. فده اوبشن كويس لو انت عندك unpredictable workload. واضحة القصة دي يا شباب؟ زي الفل يا هندسة. تمام يا باشا، زي الفل. طيب، خلينا كده نتكلم على، احنا قلنا ان احنا في الاس كيو ال داتابيز عندنا سنجل انستنس وعندنا ايه؟ الاستيك بول. تمام. طيب، حد كان قال الاستيك بول من شويه، يقدر يقول لنا ايه هي؟ اوكي. يعني بالإلاستيك أنا كنت أنا اللي كنت قلت الإلاستيك بول. الإلاستيك بول يعني ممكن أنك يكون عندك واحد الأوتو سكيلين بالنسبة للداتابيس. ممكن تنقص ممكن تزود. آه ماشي، طب خلينا نشرحها. تمام. طيب قبل ما اقول الاستيك بول يا شباب، الاس كيو ال داتابيز دي مش بتسبورت الفيرتشوال نتورك. تمام. يعني انا لو عندي فيرتشوال نتورك كده، دي كده الفي نت بتاعتي، وعندي مثلا هنا الابلكيشن هوستد على ايه؟ في ام اي مثلا. تمام. فالاس كيو ال داتابيز بتكون هنا. دي الداتابيز بتكون هنا كده يا شباب. تمام. عشان ده فرق جوهري ما بين الايه؟ السنجل او الاس كيو ال داتابيز والمانج انستنس. تمام. يعني كده انت برضو لو عايز توصل لاس كيو ال دي في الوضع الطبيعي هتوصل لها بابليك، however ان هي جوه ايجور. تمام. طيب انا لو عايز اوصل لها برايفت بقى يا شباب اعمل ايه؟ يعني ده اوت اوف داتابيز، ولكن ايه؟ لازم تبقوا عارفين القصة دي. نعمل برايفت اند بوينت. الله عليك، برافو. انت ممكن توصل لها عن طريق ايه؟ برايفت اند بوينت. هترمي هنا نتورك انترفيس كارد كده، يقدر ايه؟ يوصلك بايه؟ الداتابيز دي. تمام يا شباب. طبعا انت برضو ممكن تعمل سيرفيس اند بوينت، وممكن تقول ان هي يوصل لها ايبيهات معينه بس، زي ما عملنا في ايه؟ في الاستورج اكونت السيشن اللي فاتت. تمام. يعني انت في النهايه برضو وصلت ليه؟ الاوبشن بتاع البرايفت، ولكن هي باي ديفولت مش بتبقى موجوده جوه الفينت.
تمام. التو اوبشنز التانيين بيسبورتوا الايه؟ الفيرتشوال نتورك. يعني انت لو جيت تكريت مانج انستنس او اس كيو ال اون في ام، مانداتري هيطلب منك فيرتشوال نتورك. تمام يا شباب؟ فدي قصه ايه حبيت ان انا اقول لكم عليها. طيب ايه قصه بقى الالاستيك بول دي؟ ان انا دلوقتي لو عندي اكتر من داتابيز، ونفترض مثلا ان انا ايه بعمل ساس ابلكيشنز، وعندي ايه كل واحد ليه الداتابيز الخاصه بيه. تمام. ودول كده unpredictable workload. يعني هنا دي بي 1 2 و3 و4. تمام. طيب خلينا كده نشوف، يعني ولنفترض ان البرفورمانس بتاع الداتابيز ده عامل كده. تمام. طيب انت بقى كاركتكت هتعمل بروفيجن للداتابيز دي ازاي؟ انت لو عملت هنا على حسب ما هنا مثلا الكمبيوت اخترته على الورك لود ده، فانت كده ايه بتعمل اندر بروفيجن. تمام. انت هنا عامل حسابك على الورك لود ده، انت هنا هتوفر كوست ولكن هتضيع برفورمانس. ان لما السباك ترافيك ده يحصل، الريكوستات دي كلها يحصل لها دروب. تمام. طيب انت لو عايز تحافظ على البرفورمانس، فساعتها ايه هتعمل؟ اوفر بروفيجن. ان انت هتحجز الكباستي بتاعتك او الكمبيوت بتاعك على حسب ايه اللي هو السبايك ده، البيك اورز بتاعتك. طيب طب وباقي المده دي، طب ما الداتابيز مش شغاله والريسورسز بتاعتي فيها هدر، فانت كده بتدفع كوست على حاجه مش شغاله. تمام. طيب لك وات اباوت ان احنا لو حطينا دول في الاستيك بول، وخلينا هما الداتابيز دي كلها تشير الريسورسز مع بعضها. يعني دي مثلا داتابيز 1، عندك هنا ايه داتابيز 2، عندك هنا داتابيز 3. تمام. هنا 2 وهنا 3 وهكذا. فهم بيشيروا الريسورسز دي مع بعضهم. فانت كده ولا عملت اوفر بروفيجن ودفعت فلوس كتير، ولا عملت اندر بروفيجن وضيعت البرفورمانس. تمام. فدي كده ايه عملت الاستيك بول عشان تشير الريسورس وتوفر كوست وتحافظ على البرفورمانس. تمام كده يا شباب، وضحت القصة دي؟ انا بالنسبه لي تمام، فاهم قصه البول دي. زي الفل. فانت لما تروح بقى يا شباب تكريت هنا ايجور اس كيو ال داتابيز، هيسألك عن الداتابيز نيم، وهيسألك على السيرفر نيم. حضرتك بتكريت سيرفر، بس انت برضو مش مسؤول على المينتنس بتاعته ولا الابديت ولا القصص دي كلها. تمام. وممكن تحط داتابيز او اكتر في جوه السيرفر ده. تمام. طيب ممكن تعملها از سنجل، وممكن تحطهم في الاستيك بول. تمام. السنجل انستنس ده ان انت لو عندك مثلا داتابيز واحده وعندك بريدكتبل ورك لود. تمام. اما لو انت عندك اكتر من داتابيز وعندك unpredictable ورك لود، فتحطهم ايه جوه الاستيك بول عشان يشيروا الريسورسز وتحسن بيرفورمانس وتوفر كوست.
طيب up to this point يا شباب، حد واقع في حاجة؟ طيب خلينا كده ايه ناخد ال SQL manage instance دي هناك شوية. managed instance دي يا شباب، حضرتك بتاخد instance جاهزة manage service برضو من Azure، ودي مناسبة ل left and shift. تمام. و بتسبورت VNet سبورت، ان انت زي ما قلت لك كده، يعني هنا ال SQL كانت بره هنا، ولو عايز اوصلها عن طريق برايفت اند بوينت. اما هنا المانج انستنس، تمام، تبقى جوه الفيرتشوال نتورك بتاعتك. تمام. فالابلكيشن بيأكسسها كده. تمام. وكمان بتسبورت الايه، ال SQL نيتيف سيرفيس. تمام. زي الايجنت والسي ال ار واللينكد سيرفيس والقصص دي كلها. تمام. وفي عندي كمان انستنس بول. تمام. هنا بيبقى عندي برضو ايه، مجموعه من الانستنس. تمام. خد بالك ان انا كان عندي هنا ايه، مجموعه من الداتابيز. تمام. هنا عندي ايه، مجموعه من الانستنس. تمام. نفس قصه الالاستيك بول بالظبط، ولكن دي على مستوى الداتابيز، والانستنس بول دي على مستوى الانستنس نفسها. تمام. ولكن خد بالك يا شباب ان الاس كيو ال مانج انستنس دي الكوست بتاعها غالي جدا. تمام. فتيك كير وانت ايه بتختار. تمام. هنا عندك ايه، انستنس. يلا بينا نروح نشوف الكلام ده على ايجور بورتال.